السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشخص الذي أنقذ الأسرة من الغرق جاء سيل، دخل البدروم حق العمارة، وكان في البدروم أسرة ساكنين، أسرة في البدروم كان عيموتوا، ولكن الله حول بهذا الشخص الذي أنقذ هذه الأسرة. طبعا الموضوع قد له 3 أيام أو 4 أيام، ولكن أنا عرفت اليوم. والله إن واحد رسل لي من الخبرة رسالة قال لي يا مصطفى مالك ما تتكلم من هذا الموضوع، الشخص الذي أنقذ أسرة كاملة. يعني أنا ما بندخلش اليوتيوب كثير ولا بندخل أتابع الأخبار، يعني إلا إذا سمعت من ناس أدخل أتابع هذه المواضيع. فشفت الفيديو، الصدق فيديو يعني هذا الشخص الذي فعل هذا الموقف المشرف وأنقذ أسرة كاملة، والله إنه يستاهل. ايش يستاهل؟ ايش المشكله؟ ما احنا في وضع ما بش رواتب ولا، يعني يستاهل، بس انت تستاهل ندي لك فيلا، ولكن ما بش فيلا. يعني الدوله حراف، تستاهل اضخم سياره، ولكن والله ما به ريال. ولا انت تستاهل ندي لك بوزنك ذهب، ولكن والله ما به حتى جرام ذهب مع الدولة حقنا. والله انهم اهم شيء على ما سمعت انهم تواصلوا معه من الحكومة وكرموه. طبعا التكريم حق الحكومة انتم دارين، شهادة ب50 ريال من المكتبة، ويكتبوا له اسمه ويختموا له بجحر القلس فقط. هذا يعني. اما تكريم ابو الشيبة ذيك اللي في الورقة الزرقاء، الدولة ما بش تكريم هكذا. عندنا في اليمن تكريمات رمزية، يدي لك فقط شهادة، ما أفعل بالشهادة. الرجال كان عيموت، الرجال نزل له وسط السيل، والسيل مسرع، السيل بيطير سرعة في 1000 مكرش، كان عايش لها السيل. نزل وباسل براسه وأنقذ الأسرة، وطلع الأول الثاني الثالث، وخبرته طالع بيسحبوه. موقف مشرف هذا، المفروض تفتحوا له مشروع، تدوا له دراسة، هذا الدراسة علشان ينقذ أسرة، وفعل موقف مشرف يرفع رأس اليمن كلها إلى السماء. ما شهادة، ما نفعل بالشهادة 200 ريال شهادة، وعاد البروز علي شهادة كرتم فقط، وهو يصير يركب لها زجاج ويركب لها على حسابه. عابش في اليمن هكذا يكرموك، ولا يدولك ساعة، هذوك الساعة اللي تتعنقل حق زمان، هذوك الساعات أبو 1000 ساعة بدون بطاريات، وتصير أنت تشتري البطاريات. يعني قلت لكم حاجة رمزية. فيا حكومتنا هولا شجعوا الناس يكون يتصرفوا في هذه المواقف نفس هذا الشخص البطل الذي فعل هذا الموقف المشرف. أنا سأعرض لكم في نهاية الفيديو سأعرض لكم موقف هذا الشخص أنقذ أسرة كاملة. فإحنا نتمنى أن الدولة تدعم هذا الشخص، ونتمنى من جميع الإعلاميين بأنهم يتكلموا على هذا الموقف المشرف، وينشروا هذه المواقف المشرفة، كلوا انشروها، عرفوا الناس كيف اليمنيين رجال وأوفياء، ولو يموت أهم شيء ينقذ. لو شاف مكلف بتغرق، أو شاف ولد، أو شاف كذا، ينبع ويآثر لو يموت، أهم شيء. هكذا اليمن. انشروا هذا المقطع الذي انتشر في السوشيال ميديا على هذا الرجال الذي انقذ الأسرة. انشروا هذا المقطع، ولا ما تنشروا إلا إذا ماتوا. إذا كانت الأسرة ماتت، إن الإعلاميين كلهم بيتكلموا أسرة ماتت، 5 أنفس، أين الناس؟ ليش ما ينقذوهم؟ والله لا يتكلموا المفسبكين والمتكتكين والميوتبربيين كان عتشوفوا حملة عجيبة إذا ماتوا. ولكن عندما الباري حول بهذا الشخص الرجال، الشخص اليمني، هكذا اليمنيين أنقذ هذا الأسرة، ما بالاثنين تكلموا على الموضوع. يعجبهم حكوتنا الإعلاميين، ويعجبهم فلان نكحوا، فلان اغتصبوا، فلان نفضوا، فلان ندعوا، هذه المواضيع تنتشر سريع. تشوف الفيسبوك شغل قرعة،
تدخل الفيسبوك وبيعرق الفيسبوك من قوة النكح. كل يوم نكحوا مدري ايش، لقوا مدري من نكحوا وقطعوا، فلان رفضوا، فلان فعلوا به، فلان. هذا تنتشر سريع. ولكن المواقف المشرفة، شخص أنقذ أسرة من الغرق، شخص فعل موقف مشرف، بالله واحد بيتكلم عليه. أبو الولد طلع في الفيديو قال ابني انقذ أسرة. بس أين الإعلاميين؟ وين الناس؟ وين انشروا هذه المواقف المشرفة التي ترفع الراس. أنا أعرض لكم الفيديو، مع أن الفيديو انتشر الفيديو، ولكن أنا يشرفني أن أنا أتكلم على هذا البطل الذي فعل هذا الموقف المشرف، وأنشر الموقف الذي فعله في قناتي. يشرفني هذا الموقف. هذا يمني. هذه المواقف اليمنية، نكحوا ونفضوا، ندعوا. يعجبكم تنشروا هذه الفضايح، تعجبكم متفرطات. هؤلاء مش ناشطين، هؤلاء متفرطات، ينشروا هذه المواضع. شفتي بنت فلان نفضوا هذا، نكحوا هذاك، ندعوا هذاك. المواضيع مشرفة ترفع الراس. ولا أحد يتكلم، ولا الدولة لو كرموه يتصلوا له، تعال يدوا له كرتون يختموا له ويوقع له واحد اسمه سعيد إبراهيم محمد كريم الدمنهوري. من هو هذا اللي يوقع؟ هؤلاء الشهايد وهؤلاء التكريمات ما حد يشتيهن والله. هؤلاء ما يقرحانش. رجال يشتي زلاطي، يعيش، ياكل، يشرب، يفتن، صورة حراف. ما نبع له حراف. والله ضروري الرجال تنغنغوا. الدولة يستاهل علي الحرام. لو أنا دولة لا تصل له على طول بعد الموقف هذا، لا تصل له. تعال يوصل أقول له تمنى، اطلب وتمنى. أنت أنقذت 5 أنفس أو 6، أنقذت أسرة كاملة. أسرة كان عتبكي على هذه الأسرة السماوات والأرض. أسرة كاملة أنقذت أسرة. اتمنى يا أخي، اطلب شي بيت، شي سكن، شي سيارة، شي زلط تشتي، اطلب. احنا دولة ندي لك. والله ما أبخل علي ولا أشجع هذه المواقف، علشان الناس لو ما يحصل موقف هكذا يعني حافز ينبع وينقذوا. شفتوا المرة الأولى الرجال غرق بيطفح ولا حد رضي ينبع ينقذه. شفتوا كيف انتشر الموضوع قبل فترة، اللي يغرق في السايلة نازع والناس بيصوروا بالتلفونات، بيصوروا وينزلوا حالات. هذا كسع بيصوروا وينزل حاله، الرجال بيغرق، الرجال بيموت، بيصوروا عاد بيقولوا له ابتسم، هو بيغرق بيموت، ابتسم، ويصوروا وينزلوا. ومات. انتشر الخبر والناس نشروا ومات، غرق في السايلة، ينتشر الخبر هذا. ولكن عندما ينقذوا الذي قد يغرقوا ما ينتشرش الخبر، ما حد يعرف بالخبر هذا، ما حد يعرف إلا الذي انقذهم والأسرة وحكى الحال بس. هكذا اليمن. ما يعجبنا أي خبر مشرف ينتشر، ما يعجبنا تنتشر الفضايح البلاوي حقنا، يعجبنا تنتشر. هذا كلامي وسلامتكم. شعرض لكم جزء بس بسيط من المقطع والرجال بينقذهم. يا الله شكرا. يا رب